عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، من المعلوم أن الأكل والشرب يبطلان الصيام إذا تعمدهما. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، أي الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى الليل. والليل معناه غروب الشمس كما يأتي، غروب الشمس يعني إلى بداية الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. فإن أكل أو شرب متعمدا بطل صيامه، وإن أكل أو شرب ناسيا لم يبطل صيامه ويستمر على صيامه والحمد لله. لهذا الحديث: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا نسي فأكل أو شرب فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. هذا دلالة المنطوق. ودلالة المفهوم أنه إن تعمد الأكل والشرب بطل صيامه. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه؟ رزق ساقه الله إليه، معنى أطعمه الله وسقاه رزقه الله هذا الشيء. نعم.